السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم في موضوع الفيديو بتاعنا عن الفرق بين الثقة بالنفس والغرور. بنلاحظ إن في ناس كتير فاكرة إن الصوت العالي هو ثقة في النفس وقوة، لكن الحقيقة إن دايما الصوت العالي بيخبي وراه نفس ضعيفة. بنلاحظ إن في ناس بتتكلم كتير عن نفسها، وفي ناس تانية قيمتها أعلى من أي كلام. النهاردة مش هنتكلم عن ثقة بالنفس مزيفة، ولا عن تواضع شكله ضعف، لكن هنعرف الفرق الحقيقي بين الثقة بالنفس والغرور. الثقة بالنفس والغرور مش بالكلام، لكن بالتصرفات والمشاعر وطريقة التفكير. الثقة بالنفس ببساطة هي إنك عارف قيمة نفسك، مش محتاج حد يثبتها لك، ومش مستني تشجيع من حد ولا إشادة من حد. الشخص الواثق من نفسه عارف نقاط قوته كويس أوي، ومعترف في نفس الوقت بإن عنده نقاط ضعف، ومش شايف إن ضعفه دوت عيب، لكنه شايفه مساحة للتعليم والنمو وتطوير نفسه. الثقة بالنفس معناها إني أنا كويس حتى لو أنا فيا عيوب ومش كامل. هنلاحظ إن صفات الشخص الواثق من نفسه دايما بيتكلم بهدوء، بيسمع لغيره أكتر ما بيتكلم، وما بيقللش من غيره عشان يبان إنه هو الأحسن. كمان من صفات الشخص الواثق من نفسه ما بيتغضبش بسرعة، وبيتقبل النقد، وبيتقبل إن في اختلافات بينه وبين الآخرين، وما بيحسش إنه هو مهدد من نجاح غيره. الشخص الواثق من نفسه لما بينجح ما بيقولش أنا أحسن واحد في الدنيا، دايما بيقول الحمد لله أنا تعبت ووصلت. ولما بيغلط ما بيبررش غلطه، بيعترف إنه هو غلط وبيتعلم من غلطه. وبنلاحظ إن الثقة بالنفس مش استعراض لإنجازاتي ولا تحدي للآخرين. الثقة بالنفس هدوء، راحة داخلية وثبات. علشان كده بنلاقي كتير من الناس اللي واثقة في نفسها مش بتحب تتكلم كتير ولا بتتباهى باللي هي عملته، لأنهم مش محتاجين كده. على العكس من الشخص المغرور. الغرور إن الشخص ده شايف نفسه أكبر من غيره، وبيحتاج دايما يثبت ده. الغرور مش ثقة في النفس، ده غالبا بيكون نقص مستخبي في شخصية صاحبه. دايما الإنسان المغرور بيقارن نفسه بالآخرين، ولازم يحس إنه هو أفضل منهم في كل شيء، وما بيعترفش بغلطه أبدا، ولا بيتقبل نقد من غيره، ودايما بيقلل من غيره عشان يبان إنه هو أعلى من الآخرين. الثقة بالنفس إنك تقول أنا كويس وغيري كمان كويس، عكس الغرور دايما يقول أنا كويس وغيري أقل. وخليك فاكر إن الثقة بالنفس بتبني شخصية الإنسان، لكن الغرور بيهدمها. الإنسان الواثق من نفسه بيفرح لنجاح غيره، وبيشجع غيره على النجاح وبيدعمه، وبيتعلم من أي حد. لكن المغرور بيتضايق من نجاح غيره، وبيحس دايما بالغيرة، ودايما يقلل من شأن الإنسان اللي قصاده، وبيقارن نفسه دايما بيه. ودايما الإنسان المغرور بيكون خايف، عنده خوف داخلي، خايف إنه يتكشف، خايف إنه يبان ضعيف قدام الناس، وخايف دايما إنه يكون في حد سابقه أو حد أحسن منه. علشان كده نتيجة الخوف ده بنلاقيه دايما لابس قناع القوة الزايدة، وبيتكلم بثقة مصطنعة، لكن هو من جواه قلقان وخايف. الإنسان الواثق من نفسه عادي ممكن يغلط، يقول مش عارف، أو يطلب المساعدة من غيره، على عكس الإنسان المغرور دايما شايف نفسه هو الصح، ما بيعترفش دايما بغلطه ولا إنه هو بيجهل بعض الأمور،
كمان بيشوف إن طلب المساعدة من الآخرين ضعف. الثقة بالنفس عمرها ما كانت بتتعارض مع التواضع. أقوى الناس ثقة في أنفسهم هم أكترهم تواضع. التواضع مش تقليل من النفس، هو فهم النفس على حقيقتها من غير مبالغة ولا إنكار. طيب إحنا إزاي دلوقتي نعرف نفرق بين الإنسان اللي قدامنا ده إذا كان واثق من نفسه أو مغرور؟ أو أنا أسأل نفسي أسئلة علشان أعرف أنا واثقة من نفسي أو إني أنا مغرور. أول حاجة هسأل نفسي، هل أنا بفرح لنجاح غيري؟ هل أنا بتقبل النقد من غيري؟ هل أنا دايما محتاج أتكلم عن إنجازاتي؟ هل بحس بالزعل لما حد بينجح؟ إجابتك على الأسئلة دي هتقولك الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة شوية. خليك واثق من نفسك مش مغرور. اعرف قيمتك بس ما تنساش قيمة غيرك. من حقك إنك تفتخر بنفسك بس من غير ما تدوس على الآخرين. اكبر في عين نفسك بس خليك صغير في عين الغرور. واعرف دايما إن الثقة بالنفس هي قوة هادية ثابتة مش بتأذي حد، عكس الغرور قوة مزيفة صاخبة بتسخر دايما من اللي قدامها. انت مش محتاج تعلي صوتك ولا تقلل من حد ولا تثبت حاجة لحد. كفاية انك تكون على حقيقتك، وده اعلى شكل من اشكال القوة والثقة بالنفس. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.